طب هو بعد عنك ليه؟ صدقني لو اقولك ان هو ده السؤال اللي تعبني. هو كده كده خلاص راح لحاله، بس انا من حق اعرف انا عملت له ايه عشان يبعد فجأة كده. والله يا مروان كنت بحبه اكتر من نفسي، عاندت الدنيا كلها علشانه. اكيد طبعا لسه بتحبيه. ما اقدرش اقولك اني كرهته، بس اللي اقدر اقوله لك اني عمري ما هسامحه. لازم تسامحيه عشان تعرفي تنسيه. غصب عني. انك تتعلق بحد وتعمل اي حاجة وكل حاجة في الدنيا عشان تراضيه وفي الاخر يغزلك، ده احساس وحش وصعب قوي. ان شاء الله تلاقي البني ادم اللي يعوضك وينسهولك. لا يا عم انا كده تمام قوي، انا مش ناقصه وجع قلب تاني، وانا مع الايام هنساه. صوابعك مش زي بعضها يا هند، واكيد مش اخر الدنيا. تجربة ما ظبطتش معاك يعني، واكيد مش اخر محطة. عملت ايه النهارده؟ احكيلي. طب بعدين يا ابني، انت جاي من الشغل تعبان واكيد مسطع. لا حول ولا قوة الا بالله يا بنت، وانا اشتكيت لك؟ ده صوتك ده مسكن للصداع. ثبتني كمان. مالك وشك خاسس ليه كده؟ والله يا مروان بقالي يومين مش بنام كويس بسبب المذاكره عشان الامتحانات خلاص قربت، قلقانه جدا. ما تخافيش انت قدها. وبعدين ازاي تخافي وميرو معاكي يعني؟ مليني بس انت رقم جلوسك ولجنتك وانا هاجي اوصي عليكي. طب بتهزر يا مروان؟ والله يا ابني بقول لك قلقانه بجد. هتعدي على خير والله، هتعدي. ميرسي يا مروان انك جيت لي قبل ما اخش الامتحان، شكرا كمان على الهديه. هدية ايه يا بنتي؟ وانا اجيب لك انسيال؟ ده شويه شوكولاتات وحاجات حلوه علشان خاطر اعصابك تهدى، عشان عارفك ان انت بتبقى مخضوضه من الامتحان. مجيتك دي فرقت معايا قوي. طبعا لازم تفرق. مش جايب لك شوكولاته بشيء وشويات. لا يا بارد، مش عشان الشوكولاته. امال عشان ايه يا قلب الشوكولاته؟ عشان بتحاول دايما تطمني. شكرا بجد انك موجود. هو انا باين عليا احبك ولا ايه؟ يا اختي لا ابوس ايدك، عايز تحبني حبني زي اختك. ايوه ما انا حبيتك زي اختي، امال انت افتكرت ايه؟ والله مش بقول لك بارد. اسمعي بس، انا حاسس ان انا مرتاح معاكي، حاسس ان بينا تفاصيل كتير وعندنا كلام نقوله. يبقى ليه ما نكملش سوا؟ عشان خايفه يكون انجذابي ناحيتك سبب اني عاوزه اخرج الشخص اللي كنت اعرفه ده من جوايا، ولخبطت المشاعر دي ممكن تصدمك انت الاول قبل ما تظلمني. فاهمني؟ يعني انت لسه بتحبيه؟ مش بحبه، هو اتحرق جوه قلبي، بس الرماد مكان الحرق ده هو اللي لسه موجود. خلاص يا هند، ولا كأني قلت حاجه وانسى اللي قلته. بقول لك ايه، هقفل بس دلوقتي عشان هعمل حاجه واكلمك شويه كده. مروان ثواني ما تقفلش. انا مش عارفه انا بقول ايه، بس ارجوك ما تمشيش، خد بايديا لو كنت حابب تساعدني. انا بطمن في وجودك وانت ما اذيتنيش، لكن انا بس عاوزه اتاكد من مشاعري، لان اللي البني ادم ده عمله فيا خلاني خايفه من كل حاجه. طول بالك عليا لو هتقدر. هو انت واقفه عند الجزء الكام؟ جزء 11. طب كويس، يبقى احنا كده ظابطين مع بعض، وان شاء الله نختم سوا. مروان ايه؟ بحبك. مش سامع بتقولي ايه؟ بقول لك بحبك. الشبكه زفت والله. قولي كده، كنت بتقولي ايه تاني؟ بحبك. يبقى الشبكه دي. ابعتيلي طيب اللي بتقوليه ده فويس على الواتس. لا انت بتستعبط بقى. لازم استعبط، انا خليتك تقوليها 3 مرات ورا بعض عشان اتاكد بس. يا بارد. انا بحبك وبحب اللي يحبك واكره اللي يكرهك يا هند. والله عمري ما خليكي تندمي انك قلت كده. ماشي يا سيدي، قولي بقى هتبان على حياتك امتى؟ يعني انت مش عارفه حقيقتي؟ لا يا اخويا عارفاها، بس اكيد في خازوق متداري هنا ولا هنا، ما انت مش سيدنا يوسف يعني. ولا انت امرأة العزيز، بس هتبقى مراتي باذن الله. واول ما يتقفل علينا باب واحد هرنك حته دين علقه يا هند على الحوارات دي كلها. طب تبقى تمد ايدك عليا يا بارد. امد ايدي؟ ده انا هشعلقك من الضفاير.